اول حاجه عندي اسمها هوز بيجي بعدها الاوبجكت. اوبجكت يعني ايش؟ الفاعل. يعني whose book is this، يعني whose بمعنى ملك من او لمن، اسمها ايش؟ ملك من. طيب whose book is this، بقول ايه؟ this book is mine. mine يعني حقي، او this is my book. لو قلت بس it's mine، لو قلت كده it is mine يعني ايش؟ ما تنساها، حقي او بتاعتي. يبقى it is mine يعني ايش؟ حقك انت او ملكك، او حق مين؟ حق وليكن خليفه، حق علي، حق راشد. يبقى عايز اسال سؤال بهوز. يعني لو انت معاك جوال دلوقتي اقول whose phone is this. جوال مين ده؟ حق مين هذا الجوال؟ اقول ايه؟ عايزين نقول حق مثلا عمر، اقول ايه؟ it is هم، it is مين؟ هتزعلوا فن. it is ماشي it is علي فون. طب نقولها ازاي بقى؟ آه، آه، it is علي فون، او ماشي اللي انت بتقوله صح. whose phone is this؟ it is his phone. حقه هو تبقى ايه؟ it is his phone. حق علي او حق محمد، تليفونه هو، يبقى it is his. طيب عاوز اقول كتابي، قلنا my book. طيب whose pencil is this is that؟ حق مين الايه؟ القلم ده. او ليه it is his pencil؟ يعني it is his pencil، قلمه هو، يبقى ايه؟ بتاعه هو. طيب whose shoes are this؟ بس خد بالك، whose يجي بعدها الفعل، يجي بعدها ايه؟ اللي انت هتسأل عليه على طول. يعني عايز قلت سيارة مين، يبقى whose car. whose wallet. whose phone. يبقى تجيب اللي انت هتسأل عليه مباشرة بعد whose. دي القاعدة. يبقى whose shoes، حذاء مين؟ are these، أحذية مين هذه؟ فقال إيه؟ أحذيتها هير اللي هي إيه؟ عايدة على الأنثى أو على الست أو على البنت. her. they are her shoes. إنها إيه؟ أحذيتها هي. طيب whose toys؟ ألعاب مين أو ملك مين الألعاب دول؟ هقول إيه؟ they are their toys. تلك ألعابهم أو بتاعتهم هم اللعب دي. هقول إيه؟ their toys. whose car؟ سيارة مين؟ أو it's our car، دي سيارتنا بتاعتنا احنا. وهكذا. مفهوم الجزء ده؟ مم. آه، طيب لحد كده الأوكي ماشي تمام أوي. آه لو أنت عايز تسأل عن شيء معين تقول إيه؟ what are these أو what are those؟ هتسأل عن أشياء جمع، يبقى تسأل إيه؟ what are these أو what are those؟ خلي بالك لما أقول what are these، إيش هم دول؟ تقولي they are apples، إنهم إيش؟ تفاح، ده تفاح. طيب عايز تسأل مثلا تقول what are those؟ خلي بالك this هنا الايه؟ القريب، يبقى انت بتسأل عن شيء قريب. طب those شيء بعيد. شيء بعيد. what are those؟ بتشاور لفوق بس بعيدة، يبقى ايه؟ they are stars، دول ايه؟ نجوم. طيب what are these؟ دول ايش؟ قال دول they are chairs. طيب they are bags، حقائب، وهكذا. يبقى واحدة للقريب اهي these، واحدة زوس للبعيد. تمام. طيب خلي بالك في بعض التعبيرات الهامة اللي بنستخدمها، واكيد انت عارفها، زي جود مورنينج، دي بتقولها في الصباح. هاو ار توداي؟ طيب كيف حالك ممكن ليها كذا معنى. لما اقول هاو از يور داي، كيف يومك؟ اقول ايه؟ هاو ار ذا things، برضو يعني كيف حالك، كيف هي اشياء او كيف امورك. هاو از يور لايف، كيف حياتك او كيف يومك برضو. How is going؟ يبقى ممكن تسأل بكيف حالك بإيه؟ بكذا صيغة. يبقى how are the things؟ how is your day؟ how is your life؟ how is going؟ بدل ما تقول how are you اللي هي التقليدية العادية. afternoon اللي هي إيه؟ بنقولها في المساء، مساء الخير. طيب did you enjoy your lunch؟ هل استمتعت أو كلت، يعني تمتعت بالأكل بتاعك الغداء؟ وهكذا. good evening بنقولها إمتى؟ في المساء، يعني من بعد العصر كده وشوي بتقول إيه؟ good evening، يعني لحد بالليل. Good evening are you ready for the meeting؟ هل انت مستعد للاجتماع بتاع اليوم؟ طيب
جود نايت بقول امتى؟ وانت داخل على النوم، خلاص رايح على السرير بقول ايه؟ جود نايت، باي باي. خلاص طالما انت، طالما سمعت الشخص بيقول لك جود نايت، خلاص يبقى هو هيرحل، هينام على طول، ما فيها نقاش، خلاص قفل الموضوع وايه، وماشي خلاص بيغادر. يبقى جود نايت، سي يو تومورو، خلاص جود نايت يبقى انا رايح انام واشوفك ايش، اراك غدا. لان خلي بالك كل واحده ليها معنى، واحده في الصباح، واحده بعد الظهر، واحده من العصر لحد بالليل، واحده خلاص انت بتغادر ورايح تنام، جود نايت دي اخر واحده بنستخدمها ايه، خلاص في حاله المغادره. لحد كده واضح الجزء ده؟ اه. طيب الساعه خد بالك، انت بتسال على الساعه بايش؟ وات. بسال على الساعه بايه؟ وات تايم. عايز تسال تقول كم الساعه، تقول ايه؟ وات ذا تايم، او وات ذا تايم از ناو، كم الساعه، او كم الساعه الان. طيب الساعه زي ما انت شايف كده، يا اما ان احنا عاوزين نسال عن الساعه التقليديه يا خليفه، ودي اسهل لك في انك انت تختارها في حياتك عن الاكاديمي. يعني لما اقول الساعه واحدة و30 دقيقه اقولها ازاي؟ اقول 1:30، 1 ايش؟ 1:30. طيب 2 و20 دقيقه اقول ايه؟ 20. 2:20. طيب عايز اقول الساعه 5 وليكن و40 دقيقه اقول ايه؟ 5:40. طب عايز اقول مثلا الساعه 10 وربع اقول ايه؟ 10:15. طيب عايز اقول 56 دقيقة مثلا اقول ايه؟ 6:50. وهكذا، يعني بتقول الرقم بس، 1:30، 2 20، 5:40، 10 50، 15، 6:50. طيب خلينا اقول لك رقم وقول لي دي الساعة كام. دي كام دي يا خليفة؟ اقول ايه؟ 9 9 and 9 9:25 على طول. 9 كام؟ 25. 9:25. طيب لما اقول مثلا، مم، 7:55. برافو عليك. طيب ادي لك واحدة تاني، 3 و8 دقايق اقول ايه؟ اه. 3، 3 8 minutes. 3 8 o'clock، 8 3 و8 دقايق. طيب خلينا نقول واحدة تاني، مثلا 9، نقول رقم 8. دي كام؟ 8 8 اه and 44. لا، ما تقولش اند بقى، تقول ايه؟ 8:44. 8 ايه؟ 8:44 على 44. طول. يبقى ما تقولش وكذا، قول ايه؟ وهناخدها ايه دلوقتي؟ يبقى 8:44. طب نقول واحدة تاني كده، 5:27 دقيقة، يبقى ايه؟ 5:27. برافو عليك. يبقى انا عايز دي الساعه التقليديه دي المريحه في حياتك ان انت تستخدمها بالطريقه دي. في طريقه تانية في للساعه زي ما انت شايف كده، دي طريقه تانية للساعه. ونص، نص، يعني لو عايز تقول 8 ونص تبقى باست. طيب كورتر يعني ايه؟ يعني ربع. يعني بقى الربع، يعني بعد الربع، بس هنشوف كورتر ربع، كورتر. وفي لو عايز تقوله الا تو يبقى باست توي، كورتر، ربع، تو، الا. طيب لو احنا عايزين نقول بقى 6 ونص بس بباست، نستخدم 6 ونص. تعكس بقى تقول ايه؟ لو هتقول 6 تقول ايه؟ تعال نشوف كده في الاول واحد كده مثال، هقول ايه؟ ادي هنا مثلا، اول حاجه بيقول لك ايه؟ هتقول اتس والساعه، هتقول 6 o'clock، 7 o'clock، ايا كان. الطريقه الاولى بتأديها زي ما هي بعضها زي ما احنا قلناها، دي 11:20 اللي هي الساعه التقليديه. طب الساعه الثانيه انك انت تعكس. يعني ايه تعكس؟ يعني للساعه لو 11 و20 دقيقه تقول ايه؟ هتجيب الايه؟ 11 و20 دقيقة هنجيبها ايه؟ هنجيب ال 20 دقيقة وبعدين نقول ايه؟ او الا او بعدين، وال 11 بعديها يعني. طيب واللي هي باست، الا اللي هي تو،
يعني هنجيب العشرين الأول. يعني هنقول إيه؟ يعني لو هنقول ستة ونص مثلا، هنقول إيه؟ هنقول نص بعد التلاتين. هنقول إيه؟ نص بعد التلاتين. يعني إيه نص بعد التلاتين؟ 30 past 6. 30 past إيه؟ it is 5 past. 5 يعني إيه؟ أولا خمسة بعد، وليكن خمسة بعد النص، ستة بعد الربع، وليكن اللي هي ستة ونص، وهكذا. طيب خلينا نشوف آه الطريقة، يعني بعيد عن الايه الجزئية بتاع الساعة، عشان نجيبها من مكان تاني. نجيب اكزامبل اسهل من اللي في الصورة. طيب عندنا هنا قلنا باست يعني ايه؟ وي يعني وبعد. كورتر اللي هي ربع. تو اللي هي ايه؟ الا، يعني سبعة الا ربع مثلا. ماشي. طيب لو احنا عايزين الساعة 2 و10 دقائق، يقول ايه؟ 10 بعد بعد الاثنين، او ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الساعة 2 اهي. 2 و 2 و10 دقائق اهي. 2 و10 اللي هي ايه؟ 10 باست ايه؟ 10 باست ايه؟ بس تو. 2. 2 بعد ايه؟ يعني بس هنعكس. هنعمل ايه؟ هنعكس. طيب نكبر الخط شوية عشان ايه؟ طيب. عايز تقول الساعة 4 وربع، تقول ايه؟ ربع بعد الأربعة، اللي هي quarter past 4. طب عايز تقول الساعة 23 دقيقة، تقول 20 دقيقة بعد إيه؟ بعد الإيه؟ بعد التلاتة، اللي هي 20. بعد after أو past سوري 3. طيب عايز تقول الساعة 6 ل 10، تقول إيه؟ 2 بقى، اللي هي 10 دقايق. تجيب العشرة الأول، اللي هي 10 to 6. 6 إلا 10. يعني كل ما عليك إنك أنت هتعمل إيه يا خليفة؟ هتغير بس. يعني بدل الساعة 6 ل 10 بالانجليزي هتقول ايه؟ 10 تو كذا او باست كذا، 10 الا كذا. يعني هتعكس ايه؟ الاتجاه. يعني زي هنا الساعة 4 7 وربع، هتقول ايه؟ ربع بعد السبعة، اللي هي كورتر تو 7، اللي هي 7 وربع. طيب الساعة 8 الا 20 دقيقة، هتقول ايه؟ 8 الا 20 بقى، اللي هو ايه؟ 20 20 دقيقة الا الا ال 8، وهكذا. هي دي شكلها. طيب عايز تختصر على نفسك، تقول ايه؟ الشكل ده. اعتقد الشكل ده مريح، اللي هي 5 27 8 45، وتريح نفسك في الساعة. تمام؟ مم. طيب دي الساعة. طيب عندنا بعض الأزمنة المهمة زي المضارع البسيط. إيش المضارع البسيط؟ إحنا ما خدنا المضارع البسيط. طيب المضارع البسيط هو بيتكلم عن facts أو habits أو daily، وليكن routine. طيب أول حاجة إحنا لازم ناخد التكوين. يعني إيه بيتكون من الزمن؟ أول حاجة الفعل ياخد يا اس يا اي اس. بياخد ايش؟ يا اس يا اي اس. هل كل الضمائر والافعال بتاخد اس ويس؟ لا. هي وشي وات هي فقط اللي تاخد اس يا اي اس. طيب اي وي وذي ويو. اي وي ذي يو ما بياخدوا اي اضافات، يعني الفعل بعديهم يجي مباشره، ايه؟ ما في اي شيء. طب انا لو قلت هنا خليفه، هل هتاخد اس ويس؟ ليش؟ لان خليفه عايده عليه على هو. طب لو قلت ساره عايده على شي، يبقى برضه هتاخد اس. طب لو قلت كات القطه عايده على ات، برضه تاخد ايه؟ الفعل وراها ياخد ايه؟ ياخد اس، وليكن كات بلايز، القطه تلعب. تمام كده. طيب اي ما ينفع تقول اي بلايز، تقول اي بلاي. لو وي بلاي، they بلاي، يو بلاي، ما تاخد اس. تمام لحد كده؟ تمام ولا في مشكله؟ طيب الزمن ده بنستخدمه وين؟ بنستخدمه في الكلام الحاضر. يعني لما يكون عندك حقائق علميه، يعني لما اقول ايه؟ the sun rises in the sky. يعني ايش؟ هل دي حقيقة علمية ولا لا؟ ان الشمس تشرق في السماء. ها، تشرق، يبقى حقيقة تأتي مع الحقائق العلمية. طيب لو قلت ذا، وليكن the water الماء
يتجمد freezes at بيتجمد عند درجة كام؟ 0 سيلسيوس، اللي هي السيلسيوس. عند درجة 0 مئوية بيتجمد ولا لا؟ بيتجمد. يبقى دي حقيقة ولا لا؟ حقيقة. طيب لو قلت مثلا the water boils يعني إيه؟ بيتبخر at 100 سيلسيوس. يعني بيتبخر ولا مش آه بيتبخر عند درجة حرارة؟ نعم. يبقى يأتي مع الحقائق بيتبخر. العلمية. يبقى يجي عند الحقائق ايش العلمية. طب انا ليه حطيت اي اس هنا؟ عشان ايش؟ الصن عايدة على ات، ووتر عايدة على ات، ووتر عايدة على ات. يبقى ليش؟ لانها كأن محلها ات، وات عايدة عليها بتاخد اس او اي اس. تمام كده لحد كده؟ طيب. آه لو اتكلمنا عن هابتس، عادات، يعني مثلا لما اقول خليفة، خليفة بيعمل ايه؟ works، او اقول مثلا بيروح المدرسة goes to school every day. بيروح ولا ما بيروح؟ بيروح. يبقى دي ايه؟ اسمها ايش؟ اسمها عادات، حاجة انت متعود تعملها كل يوم، وليكن اسمها ايه؟ آه عادات. اسمها عادات. طيب خلي بالك بقى، في حاجات تاخد الاس وحاجات تاخد الاي اس. طيب تعال نشوف. هنا بيقول لك ايه؟ اول حاجة بيعبر عن عادة او حقيقة. الحقائق قلناها العلمية. العادة اللي انت ايه؟ حاجات بتتكرر معاك، زي بتروح المدرسة كل يوم، بتلعب كل يوم، بتروح النادي كل اسبوع. دي اشياء بتتكرر. تمام. طيب او مع ميعاد ثابت او وظيفة ثابتة، برضو يجي معاها هذا الزمن. طيب الكلمات اللي تأتي مع الزمن ايش؟ او تعبر عن شكل الزمن: always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes، seldom rarely، seldom every. كل ده بيجي ايه؟ لو لقيت هذه الكلمات يبقى تعرف انها ايه؟ ان زمن البريزنت سيمبل هو اللي بيتكلم عنه ايه؟ الجملة. طيب أستاذ عادي تعيد. حاضر اعيد تاني. طيب الجزء ده في بعض الكلمات زي اللي انت شايفهم كده: always يعني دائما، usually يعني عادة، تعبر عنها، يعني كلمات بتأتي مع ايه؟ حاجات تتكرر. طيب sometimes يعني ايش؟ احيانا. طيب seldom يعني نادرا، نادر ما بيحصل بس نعم. بيحصل. every يعني كل يوم، كل يومين. دي الكلمات دي بتأتي مع ايه؟ بتأتي مع الزمن. تيجي مع ايش؟ مع الزمن. طيب يعني لما اقول I always practice exercise. مثلا فين؟ in the club. يعني هو بيعمل ايه؟ هو متعود ان هو يعمل ايه؟ تمارين في النادي، وليكن every day. بس خلينا ايه دائما بس. يبقى I always practice exercises in the club. بيعمل تمارين، يعني متعود يعمل تمارين دائما فين؟ في النادي، وليكن. يبقى دي من بعض الكلمات اللي بتيجي مع ايش؟ يبقى انا عرفت ان مع زمن. طب ليش exercise ما خدت اس ولا تاخد يس؟ عشان I. احنا قلنا I نعم. وي وذي ويو ما ياخدوا ايش؟ ما ياخدوا اس. فقط هي وشي وات هي اللي تاخد اس. تمام كده؟ تمام. طيب لحد كده اوكي، كويس قوي. طيب عندنا دو وداس. خلي بالك دو اقول ايه؟ اي دو، هي دو. هل ينفع اقول هي دو؟ لا. زي دو، وي دو. طيب يو دو. يبقى دو تاخد ايش؟ اي وذي وي ودو. طب دازنت تاخد مين؟ اقول ايه؟ شي دازنت، شي داز. مثلا he doesn't، نعم. it doesn't. طيب كل دول اذا دخلت doesn't في النفي، خد بالك، او على الجمله، يجي الفعل في المصدر. يجي فعل إيه؟ يعني ما نحط اس؟ ما تحط اس. هو she doesn't play. هل ينفع نحط اس؟ لا، ما تحط اس.
he doesn't work ما تحط اس. it doesn't work أو doesn't مثلا try وورد. أيا كان. يبقى في حالة doesn't أو don't، خلي بالك تبقى don't هنا ما تحط إيش؟ ما تحط أي إضافات بس. اس خالص. طب لو حبيت أسأل بدو does، do أو does في حالة السؤال برضو ما تحط اس. يبقى في حالة السؤال does he play، does he play، هل ينفع إنه does he plays؟ لا. do I go ما ينفع تحط اس. يبقى في حالة do أو does أو doesn't و don't ما تحط اس للفعل خالص. خلاص. طيب آه في حالة الاس امتى تحط اس؟ اي فعل بياخد يا اس يا يس صح؟ طيب الفعل، الافعال اللي هي ما هيش لايك تاخد ايش؟ هي محطوط لها ايه بنحط اس فقط. طيب مثلا لوكس. مثلا طيب لو لقيت فعل عادي جو حط اس. ليش؟ قال لك لو فعل انتهى باس سي اتش او اس اتش او او، اي فعل ينتهي او اكس او زد، قال لازم تحط ايش؟ لازم تحط ايه؟ بس. ليش؟ يعني لو قلت واتش احط اس ولا اس؟ لا احط اس. ليش؟ لانه بينتهي بايش؟ باي سي اتش. اس طيب اتش. لو قلنا فيكس بينتهي بايه؟ باكس، احطها تبقى فيكسز. يس. طيب لو جو احط اي اس تبقى جوز. لو حطينا مثلا ووشز طيب نحط يس، نحط يس. طيب خد بالك بقى، لو انتهى الفعل، اذا انتهى الفعل خد بالك، اذا لو انتهى الفعل زي ما انت شايف كده بلاي، الفعل هنا انتهى بواي. خد بالك لو انتهى بايش؟ بواي وقبليه حرف متحرك اللي هو ايه الحروف المتحركه دي اللي هي الاي والاي والاو واليو والواي والاي، سوري. يبقى اذا لقيت قبل الواي الحروف دي اهي، طيب هل من الخمسه دول؟ ايوه من الخمسه اللي هي الاي. طيب نحط ايش؟ قال لك تحط اس فقط. تحط ايش؟ اس فقط. يبقى ليش حطينا اس ما حطينا اس؟ عشان بتنتهي بايش؟ بواي وقبلها حرف في متحرك. بوي. زي مثلا ايه تاني؟ براي يصلي بتنتهي بايش؟ باي اي، وهكذا. طيب اذا انتهت بواي قبلها ساكن، كل باقي الحروف الانجليزيه ساكنه، نحط ايش؟ ار دي ساكنه ولا متحركه؟ ساكنه. قال لك لا صح. تقلب واي تبقى ايش؟ اي اي اس. زي تراي تبقى ترايز. تراي اي اي اس. طب استادي نحط ايه تبقى ايه؟ نحط اي ليه؟ عشان بتنتهي بدي. ستاديز. تبقى ستاديز ايه. ليش حاطين اي اس؟ عشان بتنتهي بواي وتنتهي بايه؟ إن بعد الواي قبلها ساكنه تبقى دي. طيب ده الزمن. ده الزمن. طيب خد بالك الكلمات اللي احنا قلناهم دول always usually often sometimes seldom every، لو حطيتها لازم تيجي قبل ايه؟ قبل الفعل. يعني ما ينفع نقول مثلا ايش يعني ينفع نقول I practice او I play usually. هل ينفع نقول كده؟ لا. طب ايش الصح؟ نقول I usual I I play. usually place. بلاي. بس اي مع الاي ما نحط اس. يبقى اي يوجوالي ايش؟ بلاي. ليه ما ينفع؟ play. لان هي القاعده كده بتقول لو جات يوجوالي، لو هتحط يوجوالي تحطها في النص، ما تحطها بعد الفعل، تحطها قبل الفعل. اي يوجوالي بلاي، لو قلت اي بلاي يوجوالي يبقى تبقى ايش؟ تبقى غلط. تبقى ايش؟ تبقى خطأ. ما يجوز هذا. تمام كده. يعني عشان بتيجي في الاختيارات الخطأ. طيب اهو بيقول لك علي is always late او علي always comes.
طيب تعال نحل كده يا خليفة. بيقول اي ايه احنا قلنا اي وي وذي وي، هل بتاخد اس ولا ما بتاخد؟ ما بتاخد، صح؟ لا. اه، work. يبقى ورك على طول. برافو عليك، ما شاء الله عليك، تمام، يبقى ورك. طيب they، اقول they. احنا عندنا don't و doesn't، صح؟ اه، آه they تاخد don't، they don't ولا they doesn't؟ اهي هم نجيبهم تاني وعلى مهلك، اختار براحتك. they بتاخد don't ولا doesn't هنا؟ هم. doesn't. لا they اهي، و doesn't اهي تحت، they don't. يبقى they don't. يبقى they اه تاخد ايه؟ don't. يعني don't. آه I don't، they don't، we don't، you don't. كلهم ياخدوا ايش؟ دول ياخدوا don't، والباقي ياخد does. هي وشي وات بس اللي تاخد does. طيب she، خلي بالك بقى، جات لك ايه. she often works ولا work often ولا often work؟ احنا قلنا مين اللي يجي؟ often. often work. يبقى she often، بس خلي بالك she تاخد اس ولا ما تاخد اس؟ قلنا تاخد بس. يبقى she often works. برافو عليك، تمام كده. عمر never، او never ايه؟ عمر عايد على هي، او never smoke ولا smokes ولا is smoking؟ عمر never smokes. smokes. برافو عليك. ليه؟ لان عمر عايد على هي، وهي وشي وات ياخدوا اس، الفعل ياخد اس. طب شي اول ايه؟ شي دونت ولا شي دازنت؟ اهي ده اهي، شي تاخد ايش هنا؟ doesn't. يبقى شي دازنت. برافو عليك، شي دازنت. وي يوجوالي اقول ايه؟ وي وذي وي، هل بياخدوا اس ولا ما بياخدوا اي شيء؟ لا. تمام، برافو عليك. play. يبقى وي بلاي. برافو عليك، ما شاء الله عليك. طيب هنا he is always ولا he always is ولا ايه؟ اهي علي is always هتبقى ايش؟ زي دي تبقى هي. always. لا ماشي، هنا اذا جاء الاز او ام از وار ناخد ايه؟ نحطها بعد الاز. اذا ما كان في از وار نحطها ايه؟ قبل الايه؟ زي هنا، زي مين؟ زي always تيجي قبل الفعل، انما مع الفعل المساعد تيجي ايه؟ تيجي بعد الفعل المساعد. اما في الفعل الاساسي زي كم تيجي قبله. يبقى هو ليه علي او هي؟ he is always، هو اللي هي ايه؟ is always، ما ينفع always is. خلاص. قاعدة حلوة دي، سؤال حلو. I don't، I all don't. انا قلت لك don't و doesn't ما يجي معاهم ايش؟ هل بيجي معاهم اس ولا ما ايوه. يأتي؟ لا. يبقى اقول I don't watching. watch. لا watch فقط. don't يجي معاها الفعل في المصدر، يبقى watch. she طيب early، she sleep ولا sleeps ولا sleeping؟ she تاخد اس ولا ما تاخد اس؟ sleep. يبقى sleep. لا. برافو عليك. رقية always، her mother always ايش؟ رقية اللي هي عايدة على مين؟ عايدة على شي، صح؟ تبقى طيب تاخد help ولا helps؟ help. لا خلي بالك، رقية عايدة على شي، ما انت لسه مختار sleeps، تبقى ايش؟ تبقى helps. تبقى ايش؟ تبقى helps. طب تعال نشوف كده تاني ندعم الأسئلة بتاعتنا. تعال نحل الحل ده كده يا يا خليفة. أول ايه؟ أول شيء هنا بيقول does does. he ولا do he؟ does. برافو عليك. داز تاخد هي وشي وات، خليها كده فاكرها. طيب يو هاف. طيب معلش هي بعيدة شوية. أقول do do. you have ولا does have؟ does he you؟ do. do you.
صغر الشاشة ولا يعني؟ عادي ماشي. عادي يبان. طيب do you know ولا does you know؟ دو. برافو عليك. بيقول do we ولا does we؟ دازوي. خلي بالك I و we و they و you ياخدوا ايه؟ do، ما ياخدوا does. فقط does مختصة بهي وشو ات. اوكي، does هي وشو ات. طيب هنا برضو does هي ولا do هي؟ داز. ايوه برافو عليك ما شاء الله. تمام كده كويس. طيب do he does sorry does she ولا do she speak English؟ دازي. does she. برافو عليك ما شاء الله كويس خالص. it does it ولا do it؟ قلنا هي وشي وات تاخد ايه؟ داز. برافو عليك يبقى does. تمام قوي كده حلو خالص. بعديها I دو. هنا do I ولا يبقى do. طيب اخر واحده they داز دي. does they ولا do they؟ خلي بالك they احنا قلنا does مختصه بهي وشي وات، هل هي من ضمن do هي وشي وات؟ لا. تمام يبقى دو. تمام دو. do they. برافو عليك. طيب. هنا ناخد واحده تاني كده he like cheese يبقى هي ايه؟ does he ولا do he؟ داز شي. does she. برافو عليك ما شاء الله عليك برافو عليك. تمام كده. هناخد كان وكوت. طيب كان وكوت والامبراتيف الامر. طيب. عندنا كان ها. يعني ايش كان؟ كان يعني يستطيع فعل شيء. كان كود. كان كود هناخدها ان شاء الله. يبقى عندي اول حاجه كان. كان بستخدمها في استطاعه لما اقول لك I can play. بس خد بالك يا فهد ان اي واحده كان could may might will كل اللي احنا راح نقولهم would shall should must ought to كل دول يجي بعدهم ايه؟ يجي بعدهم الفعل في المصدر. يعني ما الفعل تحط له اي اضافات. يعني ما ينفع تقول I can works I can place. ما تنفع. ما ايش؟ ما تنفع تقول ما تنفع. يعني ما تضيف اي اضافات للفعل في المصدر بعد ايه؟ بعد كان وكل. ما ينفع تضيف لهم اي شيء. يعني بتسيبهم زي ما هم. ما بتحط لهم اي ايه؟ ما بتحط لهم اي اضافات. طيب خلينا نشوف كده. يبقى كان عندي القدرة لما اقول لك I can play اقدر اعزف بيانو. يبقى قدرة. طيب تقدر تستخدمها في السؤال يعني لو انت تطلب من واحد بيرميشن هتستأذن او تطلب شيء يبقى بيرميشن اذن. كان اي بورو اقدر تسلفني. كان اي هيلب يو اقدر اساعدك. يبقى بستخدمها فين؟ في الطلب او الاستئذان. يعني بتستأذن من شيء. طيب كود في الماضي لما اقول لك اي كود انا كنت يبقى بستخدمها للابيليتي برضو القدرة بس في الماضي. يبقى كان استطيع في الحاضر. كنت اقدر في الماضي. او ان انت تطلب بيها بادب. يعني اذا جالك شيء مؤدب راح تطلب بكان ولا كود؟ لا. لو انا ما اعرف خليفه اطلب منه بايه؟ اقول له كود اي. ما ينفع اقول له كان اي. كود اي يبقى استخدمه في الطلب بادب في شخصيه انا ما اعرفها. يبقى استخدم ايه؟ كود. يبقى في الطلب بادب او القدره. لما اقول لك اي when I was young لما كنت صغير I could run كنت اقدر اجري ايه؟ fast. يبقى بستخدمها في اول حاجه في الماضي. طيب المساعدة could you please help me؟ هل ينفع نقول can you please help me؟ نقدر نقول بس هنا ايه؟
طالما انا ما اعرفش الراجل او اي الادب والاحترام، اقول ايه؟ can you please help me. طيب اطلب بادب. طب تقدر تطلب او تعرض على واحد مساعده؟ اقدر اقول له I could carry your bag، اقدر اشيل الشنط بتاعتك if you like. يبقى عندي قدره، عندي بطلب بادب، بعمل بيها ايش؟ بعرض المساعده او بعرض الشيء. يبقى ايش؟ يبقى فيها الثلاثه دول. طيب مي. مي بقى ربما، احتمال، يعني اقول لك ربما تمطر، وربما يصل في الميعاد. بستخدم مي ربما يجي او ما يجيش، ربما. يبقى فيها ال probability، probability اللي هي ايه؟ probably يعني ايه؟ احتمال يحصل هذا الشيء. طيب لما اقول لك it may rain، ربما تمطر، يعني ممكن تمطر وممكن ايش؟ ما تمطر. طيب هقدر اطلب بيها بالادب زي ما اقول لك ايه؟ ما may I. may I يبقى ايه؟ مع I دايما may، بقول لك may I open the window مثلا، صيغه رسميه. يعني لو انا عايز مثلا داخل جوه فصل واقول لك ايه؟ may I open the window، ممكن افتح الشباك. بطلب ايه؟ بطلب بادب شويه. يبقى بطلب بادب بماي برضو. may I come in، ممكن ادخل، ممكن افتح الشباك، ممكن اعرض الشيء. ده فيها ايه؟ يبقى فيها الادب برضو may I. لكن لازم استخدم may مع I، ما ينفع اقول may you. may I. طيب might ربما ياتي، بس بعبر بها عن ايه؟ lower ability، قليل شوي. يعني probability، يعني ان انت بتعبر عن الشيء فيه بس اقل شويه. يعني ايه اقل شويه؟ يعني may هيجي، طب might ربما وربما لا، يعني احتمال خالص ما يجيش. يعني ربما يجي بس ايه؟ ما يجي، يعني ما يجيش خالص، يعني في احتماليه بسيطه خالص لان هو يجي. يبقى ده الفرق بين may وmight. يعني بقول ايه؟ he might come، ربما ياتي. يعني ايه؟ low probably، يعني احتمال قوي بس بسيط خالص. يعني كام في المية؟ ممكن 80 70% ما يجيش. انما may ممكن يجي وممكن ما يجيش، اقوى منها. طيب might بستخدمها في الاقتراح، suggestion. اقول لك you might want to check your email. لابد بقترح عليك ان انت ايه؟ انت محتاج تشوف الميل بتاعك. بستخدمها في السجستشن، اقتراح. بقترح عليك رغبتك، او اقول لك خلي بالك تحقق من الايميل بتاعك. طب ويل، في المستقبل لما اقول لك I will call you، هتصل بيك، يجي بعدها ايه؟ حاجه في المستقبل، بتطلب حاجه في المستقبل، يعني بتعمل حاجه، اراده الشيء في المستقبل. لما اقول لك مثلا يا خليفه هتحضر الحصه الجايه، تقول ايه؟ I will ان شاء الله. I يعني will I will I يعني ايه؟ will I will attend مثلا، انا هحضر. I will go. I will see، هشوف. يبقى ايه؟ تستخدم will. هتشوف الشيء، وربما للشيء، لكن هي will يعني سوف يحدث هذا الشيء، سوف يحدث بس في المستقبل. I will call you، هتصل بيك. We will help you، هنساعدك. طيب بستخدمها فين؟ في الوعود. I will help you في البروميس، فيها وعود بانك هتعمل الشيء. would في الماضي، لكن ايه؟ فيها الاكثر ادبا شويه. لما اقول لك would you like، هل ينفع اقول لك will you like؟ لا، يبقى would ايه؟ would you like، هل تحب كوب من الشاي؟ بستخدمها ايه؟ بالادب. استخدمها اول حاجه في الادب would، لما تكون تطلب شيء. would you please would you please call me، ممكن بس تكلمني او تتصل بيا، بستخدمها في الادب. طيب بستخدمها في حاجه اسمها الهايبوثيتيكال سيتويشن. يعني ايه hypothetical؟ اشياء او مواقف افتراضيه. لما اقول لك ايه؟ when I was young، او if I were you، لو كنت مكانك I would buy a mansion. يعني ايه a mansion؟ كنت اشتريت ايه؟ كنت اشتري قصر مثلا او بالاس. when I was young، لما كنت صغير I would read every day، كنت قريت كل يوم. كنت قريت ايه؟ مفترض، هل ده هيحصل؟ لا مش هيحصل. مواقف افتراضية مش هتحصل. او طبعا باست هابت، يعني حاجات فيما بعد، او حاجات حصلت، هابت عادات حصلت في الماضي. شل، خلي بالك شل مهمة جدا في اللغة، بتعبر عن حاجات هتحصل في المستقبل، او تطلب اقتراح. لما اقول لك I shall
I shall يعني سأعود by noon على الظهر. يبقى بتعبر عن أكشن هتتم في المستقبل. ها. أو تقترح بيها أقول لك shall I أو shall we go to the park، ممكن نروح مع بعض المنتزه. يبقى بس خد بالك يا خليفة إنها دايما هي تيجي مع إيه shall. دايما بسأل بيها، يعني لما تلاقي سؤال هتلاقي سؤال فيه shall على طول shall we، لأن فيها اقتراح شوية، بتقترح عليه إن هو يعمل الشيء. shall we shall they shall he shall she وهكذا. ده اقتراح. طب should، should بستخدمها في النصيحة. لما يكون واحد عايز يروح للدكتور فاقول له you should go to the doctor، ولا I have headache انا عندي صداع، فاقول له you should go to the doctor. بنصح يروح للدكتور، يبقى should للنصيحة، بتنصحه بانه يعمل شيء. او تضيف توصية، والله انا بوصيك برضه انك تروح للدكتور. او شيء الزامي، you should، يجب عليك انك انت مثلا study hard، عليك انك تعمل بجد او تذاكر بجد. نقول لك you should drink more water، لازم عليك انك انت تعمل ايش، تشرب ميه كتير. طيب دي advice نصيحة. طيب حاجة إلزامية you should apologize for mistakes، يعني يجب عليك انك انت تعمل ايش، تعتذر عن الخطأ اللي انت عملته. طيب must، خلي بالك شيء إلزامي لازم يتعمل. يعني ايه؟ يعني وليكن واحد بيدخن اقول له ايه، لا يجب عليك التدخين. هل اقول له you should؟ لا، ما بنصحه، دي ما فيها نصيحة. حاجة قهرية هتسبب كارثة، بستخدم فيها هي شيء إلزامي شديد إن هو يعمل، أو شيء ضروري لازم يتعمل. لما أقول لك you should أو سوري you must، يجب عليك wear a helmet. هل ينفع أقول لك you should wear a helmet؟ لا ما ينفع، لأن هي بتسبب كارثة. you must wear a helmet when riding a bike، لأنه هو إذا ما لبس خوذة وهو على البايك هيعمل إيش؟ لا قدر الله حصل حادثة راح يموت، أكيد راح يحصل له كارثة. فلازم استخدم must. you must be tired، لابد ان انت متعب after such a long journey، بعد هذه الرحلة الطويلة. ought to، يعني فيها احترام شوي، يجب عليك، لكن يعني ما بتستخدم كتير في اللغة الإنجليزية، بتعبر عن الشيء الإلزامي أو نصيحة قوية، زي should بالضبط. لما أقول لك you ought to، ينبغي عليك أن تحترم your elders، تحترم كبار السن. يبقى فيها إيش، فيها نصيحة قوية شوي. تمام. طيب بعديها بقول بس هم دول. طيب تعال نشوف عليهم بعض الأمثلة، الموديل فيربس، عشان نشوف وورد وورد. تعال نشوف كده شوت. نشوف دي كده، ماشي. يلا بينا خليفة كده نشوف. بيقول to be serving instructor، عشان تكون حد ماهر، معلم ماهر يعني، أو serving instructor. you must ولا you should ولا you can be You strong. should. يبقى you should. لا، ليش احنا must، يعني ده فيها شيء إلزامي، فناخد بالنا قبل ما نجاوب. طيب we آه. obey، we better ولا have to ولا want to، لا دي مش تبعنا نعديها. طب هل كلهم المودال فيربس؟ هم كلهم. تعال نشوف. اقول we shouldn't go to school ولا we ought to go to school. ايه الصدر دي النهارده؟ We shouldn't. ليش؟ عشان ايه؟ ما في النهارده، بيقولوا النهارده السبت، يبقى ايه؟ مم. طيب ما تنفعش. طب ايش؟ don't have. have to احنا ما خدناها، انت مش مضطر الى. طيب نحاول نبعد عن التمرين ده شويه عشان فيها have to، عشان ما خدنا have to. طيب تعال نشوف تمرين غيره. Yeah. هو ده must و can and modal verbs. to be strong instructor قلنا you ايه؟ you must Must. you must be strong. طب يا رب بس ما يكونوش متكررين. برضه هم لا خلاص. طيب نجيب واحد غيره، نجيب واحد تاني. نجيب ده الموديل فيرب ده مثلا، نجيب ده كده، ده ممكن يكون اسهل شويه. بيقول when توم was 16، لما توم كان عنده 16 سنه. he was a fast runner، يعني ايه؟ راكد سريع او حد بيجري بسرعه.
he run 100 meter in 12 seconds. كان أو he كان. can run ولا he could ولا can't ولا must ولا he can. he can. مم. لا ليش؟ لأنها could. لأنه هو بيتكلم عن الماضي was، يبقى could. مم. طب على مهلنا وعلى مهلنا خلاص. the quote المعطف you bought، المعطف الذي اشتريته أنت يعني. idiot of very good quality، كان الجودة بتاعته كويسة. it have been very expensive. sorry. it must have been ولا it can ولا it should ولا could ولا couldn't. ده اكيد، هو هنا عايز تاكيد على الحاجه. يعني بيقول له ايه يا خليفه، بيقول له المعطف بتاعك اللي انت اشتريته كان الجوده بتاعته كويسه. ده اكيد. it must بقى ولا it could. should. إيه. اه إيه. اللي هي ايه، هي it could. could. طب it could ولا it must. خلي بالك. could. لا ما تنفع. ليه must؟ ليش؟ لان هو بيقول له ده اكيد غالي جدا طالما في كواليتي عاليه. هو ما بيتكلم عن الماضي هنا، خلي بالك من معنى الجمله. This is a very precious book. بريشوس يعني ايه؟ بريشوس بوك، كتاب ثمين. اه بيقول له ايه، بينصحه بقى، بيقول له you should lo you shouldn't lose it ولا you mustn't ولا you can't. هي يا shouldn't يا mustn't. بينصحه بقى، هيقول له ايه، could. you shouldn't. إيه. shouldn't. لا you mustn't. ليش؟ لانه كتاب ثمين جدا فمعطي عليه الزام شديد جدا. should اقل في التاكيد في الالزام عن must. must في الحاجات اللي هي بيقولوا خلي بالك لا يضيع، ففيها لازم تاخد must. طيب we ايه hurry up we have got plenty of time. هنحصل على plenty يعني ايش؟ وقت كتير. plenty يعني كثير من الوقت. يبقى لا يمكن ان needed. نسرع. we needed. we needed hurry. احنا مش محتاجين نجري ولا we shouldn't. هي يا mustn't يا needed يا need not او mustn't. انت قلت needed. نفكر فيها ولا لحظة أستاذ لحظة. على مهلة خالص. يقول لي احنا مش لازم نجري معانا وقت كتير. should. لا must ولا need، هي need الاولى. ليه؟ لان هي ما كان فيها شيء ضروري الزامي. طيب it getting، خد بالك must بتيجي مع الحاجات اللي فيها كارثة. يعني ايه في حاجات فيها كارثة؟ يعني تدخين مثلا، حاجات هيحصل فيها عقوبة كبيرة. اما نيد حاجات ليس من الضروريه، يعني اذا ما حصلت ما راح تحصل كارثه يعني. It getting windy outside. ده بالخارجي windy يعني في رياح كتيره في الخارج. you put your coat on. بيقول له انت ايه، هيقول له must ولا should بقى ولا آه. هي يا must could. يا must يا must يا should. ليش must يا should؟ لان هو بيقول له بالخارج في رياح كتير. يعني في هواء كتير وعواصف، فبيقول له ايه، يجب you عليك must. أن تلبس المعطف. يبقى يو إيه كده must. كده. برافو. تمام. تمام كده. طيب ناخد تمرين تاني كده. مش مشكلة. هي للأسف القاعدة دي أو المودال فيربس فيهم شبه من بعض شوي، فيهم شبه من بعض شوي. فهم متشابهين في بعض الأشياء. طيب تعال نشوف واحدة تاني. فيها have to you ate to feed the dog I already. ماشي ناخد دي واحدة برضه. دونت هاف يعني مش مضطر إلى. طيب هي أولا ما في واحدة فيهم يجي معاها تو، احنا عشان ما شرحناها. فيو دونت هاف، ليه دونت هاف؟ عشان تو. يعني must shouldn't ما يجي معاها تو. can't ما يجي ما يجيش معاها تو يا خالد. mustn't ما يجي معاها تو. يبقى ايه دونت هاف تو. خلاص يبقى تو دايما يجي معاها هاف. دونت هاف او هاف تو. طيب هنا مش هناخد هاف تو ولا هناخدها، الله أعلم. I think you have to visit
your grandmother often ولا you should ولا you must ولا you can؟ غالبا You have to. you have to، وانت مضطر؟ لا مش مضطر. ليه؟ you should بينصحه، اذا راح راح، ما راح خلاص. طيب آه look at the sign، بقول له بص على العلامة، خلي بالك في علامة يعني. you ايه؟ take photo in the gallery. you mustn't take photo in the gallery ولا you shouldn't ليس عليك. الجاليري اللي هو الاستوديو. طيب، هل هي لو هي شيء إلزامي خالص تبقى mustn't، لا يجب عليك أن تأخذ صور في الاستوديو. بيقول له بص على العلامة، هتبقى mustn't ولا shouldn't ولا أنت مش محتاج؟ مم. علامة. Should, لو فيها إلزام تبقى mustn't، لو ما فيها اختار shouldn't أو don't have أو need على حسب. shouldn't. you shouldn't، لا يبقى إيه؟ mustn't، لأن فيها علامة ففيها شيء إلزامي، يقول له خلي بالك في علامة. طيب انا افضل ان احنا نمشي فين؟ في multiple choices. multiple، هنشوف كده ايه الامور ماشيه كده. may we have، لا عايزين هنحاول كده نجيب ايه Stud. مم. هناخد دول بس. اتفضل يا خليفه. هي بس خلاص اوكي. نعم. خلاص خلاص اوكي. طيب يبقى يقول you can finish your homework ولا must ولا might. before playing game، بيقول له خلي You بالك قبل تلعب، يبقى ايه؟ must. يبقى you must. ماشي. I can swim ولا could ولا may was، خلي بالك في was تبقى ايش؟ I can. طيب في ماضي هتاخد كان ولا could؟ Can. لا must، سوري، was لازم تاخد ايش؟ تاخد could. ليه؟ كان في المضارع، could في الماضي، يبقى I could swim، انا كنت اقدر اعوم لما كان عمري 5 سنين. يبقى خلي بالك من الزمن، was في الماضي تبقى could. طب هي ايه be at home؟ the lights are on، يعني ال الاضاءة او البيت النور مولع او الكهرباء شغالة في البيت، يبقى لازم يروح. اقول ايه يو Must. ولا ماست؟ برافو عليك ماست. تمام كده. اعتقد ان التمرين ده اسهل منين؟ من الالعاب شويه صعبه، فيها صعوبه شويه على على الايضاح. طيب احنا خلاص خلصنا. اه